السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة العشر دقائق او وصفة البيض بالطماطم، الوصفة اللي ما راح تخليك تخميني على فطور اني على العشاء. سورتو لا جيت تعبان من الخدمة، جيتي تعبانة من الخدمة. نحتاج في الوصفة نتاع نهار اليوم طماطم اللي كنت قليتها ودرت لها، ضفت لها ملعقة صغيرة نتاع فلفل اسود وملعقة صغيرة نتاع الملح. من بعد ما يتخلى لي كامل في هذيك المغلة نجيب له براميكسور تاعو نطحنها، وانا لهنا كنت درت 6 حبات نتاع البيض في فرمة مبشور، ملعقة صغيرة نتاع الملح، ملعقة صغيرة نتاع الحرور. ما راحش ندير كامل هذوك الملاعق، يعني راح ندير رشة برك لهنايا. من بعد جبت سنيوة تاعي اللي كنت دهنتها بالزيت ودرت فيها هذيك الطماطم تاع اللي كنا قليناها ورحيناها بالبرا ميكسور تاعي. من بعد ما نحط كامل هذيك الطماطم اللي عندي نسوي لها الوجه تاعي باش ما تجينيش جهة طالعة على جهة. هذه الوصفة بإذن الله إلا جربتوها راح تعتمدوها كوصفة باش تسلكوا لسانكم. لهنا نبدأ نسوي في الوجه كما قلنا نتاع هذيك الطماطم تاعي. من بعد ما نسوي لها الوجه تاعها كامل نزيد نحركها لهنايا غير بيدي شوي شوي. من بعد راح نجيب البيض تاعي ونبدأ نفقس فيه ونحط فيه في هذيك السنيوة. ما تحتاج ني تخلط بيض نضيف له ملح ني تصير ما عني والو. لهنا كما قلنا راح نبدأ نفقس في البيض تاعي ونبدأ نحط. وهذه الوصفة أصلا ما فيهاش لماعن بزاف، يعني الأواني المنزلية ما فيهاش بزاف، راح تحتاج غير سنيوة وبعض الأواني اللي راح تحتاجهم بس تقلي طماطم فقط. شوفوا اللي هنايا أنا يبدأ غير نفقس ونحط في هذاك البيض ولا في هذيك لاصوص تاع الطوماط تاعي. أنا اللي أنا كنت درت 6 حبات نتاع البيض و4 حبات تاع الطماطم. حبيتو تقلوا نقصوا الكمية، حبيتو تكثروا ضاعفوا الكمية. من بعد نجي لهنايا فوق هذاك البيض تاعي نبدا ندير في الرشة نتاع الملح ورشة نتاع الحرور، رشة فقط. من بعد ما نكمل كامل هذاك الحرور والملح راح نجيب فرماج مبشور تاعي ونبدا نمشي فيها. فرماج مبشور موش شيء اساسي في هذه الوصفة، اذا كان عندك ديريه ما كانش عندك كيما راهي ودخليها للفرن على درجة 160 درجة. من بعد ما يطيب لكم هذا البيض ما راح تعرفوه الا مقلي ولا مغلي. بس تعرفوا الذوق تاع هذه الوصفة ما عليكم غير تجربوها. هذه الوصفة أنا سميتها سلقة المغابين. أنا بعد ما طيبت هذيك الوصفة تاعي شوفوا لي هنا كيفاش طاب هذاك البيض وشوفوا لي كيفاش نشفت هذيك الطماطم. لهنايا أنا كنت جبت طبسي وبديت نحط في هذاك تاعي كيما قادر تحطي غير السنيوة وكل واحد راح يدي حقه. لهنايا جبت طبسي تاعي وبديت نحط في هذاك البيض مع هذيك الطماطم تاعي غير باش تشوفوا نتوما كيفاش طاب لي هذاك البيض وكيفاش جات لا فورس نتاع هذيك الطماطم. من بعد راح نجيب لهنايا مرسول تاع الخبز ونبدا نغمس في هذيك الطماطم تاعي. شوفوا لي لهنا كيفاش طابت هذيك الطماطم وكيفاش طاب هذاك البيض تاعي. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، ونلتقي في وصفة اخرى ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ووضع زر اللايك.